تخيل كده معايا سيناريو يمكن يكون مر عليك أكتر من مرة. بتصحى الصبح وعندك لستة مهام عايز تخلصها، حاجات مهمة جدا، لازم تذاكر للامتحان، تبعت الإيميل المهم ده للمدير، أو تبدأ في مشروعك الخاص اللي بقاله أيام مش عارف تخلصه. انت عارف ومتأكد ان كل حاجة من دول لازم تتعمل، عارف ان التأجيل مش صح ليك وهيزود الضغط عليك وهيسهرك لوقت متأخر. بس فجأة تلاقي نفسك ماسك الموبايل وبتتفرج على فيديوهات ملهاش أي لازمة، أو بتقوم تعمل قهوة مع إنك لسه عامل واحدة، أو بتدخل المطبخ تغسل أطباق، حاجات مش في وقتها خالص. الساعة بتجري والمهام لسه ما بدأتش فيها، عقلك بيقولك خلص اللي وراك يا كسول، بس في صوت تاني أهدى وألذ بيقولك يا عمي كمان 5 دقايق، لسه بدري، استريح شوية. والمشكلة إن الصوت التاني ده دايما بيكسب، وفي الآخر بتلاقي نفسك في دوامة الندم والإحساس بالذنب لأنك أجلت تاني. السؤال هنا مش إزاي أخلص المهام، السؤال الأعمق هو ليه دماغنا بيحب التأجيل؟ ليه بالرغم من إننا عارفين العواقب اللي بنحط نفسنا فيها بنختار دايما الطريق السهل في اللحظة دي؟ إيه اللي بيحصل جوا مخنا بيخلينا ندمن التسويف؟ ده اللي هنفهمه سوا بالتفصيل في فيديو النهارده. صراع الدماغ، الجهاز الحوفي والقشرة الأمامية الجبهية. أول وأهم سبب بيخلي دماغنا يفضل التأجيل هو الصراع الأزلي اللي بيحصل جواه بين جزئين رئيسيين. الجهاز الحوفي اللي هو الليمبك سيستم، ده الجزء الأقدم في دماغنا المسؤول عن مشاعرنا، الغرائز والمتعة الفورية. ده بيحب الراحة، بيكره التوتر، ودايما بيدور على أي حاجة تجيب له متعة سريعة دلوقتي. هو ده اللي بيقول لك يا عم سيبك من الشغلانة الصعبة دي، تعال نشوف فيديو ريلز دلوقتي أو ناكل شوكولاتة. هو بيحاول يهرب من أي إحساس سلبي مرتبط بالمهمة. القشرة الأمامية الجبهية، وده الجزء الأحدث والأكثر تطورا في دماغنا، ده المسؤول عن التفكير المنطقي، التخطيط، اتخاذ القرارات والتحكم في نفسك. هو ده اللي بيقول لك لا، لازم نخلص المهمة دي عشان ليها أهداف على المدى البعيد وعشان نحقق نجاح في المستقبل. المشكلة أن الجهاز الحوفي أسرع وأقوى في استجابة المشاعر الفورية. لما تكون قدام مهمة صعبة أو مملة أو مجهدة، الجهاز الحوفي بيشوفها كتهديد وبيحاول يهرب منها عشان يحمينا من الألم أو التوتر ده. فبتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة تانية عشان تجيب لك دوبامين فوري زي السوشيال ميديا أو الأكل، وده بيخلينا نأجل الحاجة الأساسية، إدمان الدوبامين والمتعة الفورية. نيجي للسبب الثاني واللي ليه علاقة بالصراع اللي قلناه، وهو إدمان الدوبامين والمتعة الفورية. مخنا بيحب الدوبامين. الدوبامين ده هو مكافأة المخ ليك لما بتعمل حاجة بتسعده، لما بتشوف فيديو مضحك، بتاكل أكلة بتحبها، بتفتح السوشيال ميديا وتلاقي أشعارات، كل دي حاجات بتفرز الدوبامين وبتحسسك بسعادة فورية. أما المهام الصعبة والمملة زي المذاكرة أو الشغل، المكافأة بتاعتها مش فورية، المكافأة بتيجي بعد وقت ومجهود، زي نجاح في الامتحان، ترقية في شغلك، فلوس. المخ البشري متبرمج أنه يفضل المكافأة الفورية عن المكافأة المؤجلة، حتى لو كانت المكافأة المؤجلة أكبر بكتير على المدى الطويل. فبدل ما ناخد المسار الصعب اللي مكافأته بعيدة، مخنا بيختار المسار السهل اللي مكافأته موجودة دلوقتي. ده بيعمل دورة خبيثة، كل ما أجلت مخك أخذ مكافأة فورية فبيثبت عنده السلوك ده وبيكرره تاني وتالت، كأنك بتعلم مخك إن التأجيل هو طريق للمتعة. لو الكلام اللي بنقوله ده خلاك تفهم نفسك أكتر أو بيوصف بالظبط اللي بتمر بيه، يبقى لازم تدعمنا عشان نقدر نكمل ونقدم لك محتوى يعالج المشاكل دي ويخلي حياتك أفضل. يا ريت تعمل لايك للفيديو ده دلوقتي عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي بتعاني من التأجيل ومحتاجة تفهم دماغها. كل لايك بيفرق معانا جدا وبيخلينا متحمسين أكتر. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، دي فرصتك، دوس على زر الاشتراك الأحمر وفعل الجرس عشان توصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة. دعمكم هو وقودنا اللي بيخلينا نستمر. الخوف من الفشل أو الكمالية. نيجي للسبب الثالث اللي بيخلي دماغنا يفضل التأجيل، وهو الخوف من الفشل أو الكمالية الزايدة. ممكن تكون المهمة اللي بتأجلها دي مش مملة، بس مخك شايفها تحدي كبير. ممكن تكون خايف إنك ما تعملهاش بطريقة كويسة، أو إن النتيجة ما تطلعش زي ما أنت عايز، أو إنك تفشل فيها قدام نفسك أو قدام الناس. فالخوف ده بيخلي دماغك يفضل الهروب. بعض الناس
كمان بتعاني من الكمالية الزايدة، عايز يعمل الحاجة بأفضل شكل ممكن، لدرجة إن المثالية دي بتخليه يحس إن المهمة دي صعبة جدا ومش هيقدر يعملها بالمستوى اللي هو عاوزه، فبيفضل يأجل ويقول لما أكون مستعد أكتر أو لما أكون عندي وقت كافي. والمشكلة إن اللحظة دي ممكن ما تجيش أبدا وبيفضل يأجل. ده مش بس بيأثر على إنتاجيتك، ده بيأثر على صحتك النفسية وتقديرك لذاتك. عدم وضوح المهام والتشتت. السبب الرابع المهم جدا هو عدم وضوح المهام والتشتت. أحيانا بنأجل مش عشان كسل، لكن عشان المهمة اللي قدامنا مش واضحة. بتكون مهمة كبيرة، مذاكرة، ترتيب البيت كله، مشروع كبير، المخ بيبص للمهمة دي وبيقول لك مفيش نقطة بداية واضحة والموضوع كبير ومتعب جدا. أنا مش فاهم أعمل إيه بالظبط. لما المهمة بتكون غامضة أو كبيرة المخ بيحس بالإرهاق قبل ما يبدأ. هنا بيتدخل الجزء المسؤول عن المتعة الفورية ويقول لك سيبك من التعقيد ده، تعال نركز في حاجة سهلة ومكافئتها فورية. بالإضافة لكده العصر اللي احنا فيه ده مليان مشتتات، الموبايل، السوشيال ميديا، الإشعارات اللي ما بتخلصش، دي كلها حاجات بتشتت انتباه المخ بسهولة وبتديله دوبامين سريع، فبيختارها بدل التركيز على المهمة الصعبة اللي محتاجة مجهود ذهني. كيف نخدع دماغنا ونكسر دائرة التأجيل؟ طيب طالما فهمنا ازاي دماغنا بيشتغل وبيحب التأجيل، ازاي بقى نخدعه ونكسر دائرة التسويف دي؟ في كام خطوة عملية ومهمة جدا هتساعدك. قسم المهام الكبيرة لخطوات صغيرة جدا. بدل ما تقول أذاكر المنهج كله، خليها أذاكر أول فصل نص ساعة. المخ بيحب المهام السهلة اللي ليها نهاية قريبة ومكافأة فورية. لما تخلص أول خطوة صغيرة المخ بيفرز دوبامين وبيديك دفعة تكمل. قاعدة الدقيقتين. لو المهمة بتاخد أقل من دقيقتين عشان تخلصها، زي الرد على إيميل سريع أو غسيل كوباية، اعملها دلوقتي فورا، ما تأجلهاش. ده بيبني عندك عادة الإنهاء. تحديد وقت محدد ومكان معين للعمل. خصص وقت معين، مثلا أول ساعة من يومك، ومكان معين مكتبك للمهام الصعبة. كده بتعلم مخك إن ده وقت الشغل الجد ومفيش هروب. نظام المكافآت الصغيرة. بعد ما تخلص جزء صغير من مهمة صعبة كافئ نفسك بحاجة بسيطة، 5 دقائق سوشيال ميديا، قطعة شوكولاتة صغيرة. ده بيخلي المخ يربط الشغل بالمتعة ويزود إفراز الدوبامين. تخلص من المشتتات. شيل الموبايل بعيد، اقفل الإشعارات، اقعد في مكان هادئ. قلل من فرص إن مخك يتشتت ويختار المتعة الفورية. تغيير نظرتك للمهمة. بدل ما تشوف المهمة كحاجة صعبة عشان تخلص، حاول تشوفها كفرصة للتعلم أو الإنجاز. اربطها بهدف أكبر في حياتك عشان تديله معنى ومكافأة أكبر على المدى الطويل. ابدأ بأصعب مهمة. ابدأ يومك بأصعب مهمة عندك. لما تخلصها بدري هتحس بإنجاز كبير وهتكون طاقتك أعلى لباقي اليوم، وده بيقلل فرص التأجيل لباقي المهام. التأجيل مش كسل، هو طريقة مخنا بيتعامل بيها مع المشاعر السلبية اللي بتظهر لما بنكون قدام مهمة صعبة أو مملة. لكن لما بنفهم إزاي مخنا بيشتغل بنقدر نستخدم أدوات بسيطة لكنها قوية عشان نتحكم فيه ونحول التأجيل لإنتاجية. الموضوع محتاج ممارسة وصبر، بس النتيجة تستاهل. إيه أكتر نصيحة من اللي قلناها النهاردة عجبتك وهتبدأ تطبقها؟ سيب لنا في التعليقات إيه أكبر مهمة بتأجلها دلوقتي، وإيه الخطوة الصغيرة اللي هتاخدها عشان تبدأ فيها. مشاركتك بتفيد ناس كتير. وقبل ما تسيب الفيديو ده، لو استفدت منه ولو بمعلومة واحدة يا ريت تدعمنا بلايك، ده بيساعد الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس اللي محتاجة تفهم وتتغلب على التأجيل. وما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان توصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، اللي هتساعدك تفهم نفسك أكتر وتعيش حياة أفضل وأكثر إنتاجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.